وإذا أردت أن تعرف ما للأمانة عند الله عز وجل من القدر والمكانة والحساب على من خان الأمانة، فاستمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف مشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد عبور الناس على الصراط الذي هو على متن جهنم. قال صلى الله عليه وسلم فتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر الناس على الصراط، يمر الناس على الصراط والأمانة يمين والرحم شمال. لا يعبر من خان الأمانة، لا يعبر من قطع الأرحام وعق والديه، لابد أن يغمس في نار جهنم جزاء الخيانة وجزاء العقوق، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. الله جعل الأمانة قسيم للرحم حول الصراط لعظم هذه الأمانة. لا تلقى الله يوم القيامة وأنت من الخائنين وقد خنت الأمانة في موطن من مواطن حياتك أو قراراتك.